تتخيل إن في عطر اتقلد نسخة تبقى الأصل، ومع ذلك ناس بتقول إن التقليد أحلى. استنى اسمع الحكاية. كان يا مكان، في عالم العطور الفاخرة ظهر عطر اسمه سانتال رويال من جيرلان. عطر مش مجرد ريحة، ده حالة، حضور، وهيبة ملكية. من أول رشة بيبدأ لك بياسمين ونيرولي، ريحة تفتح لك باب لعالم رايق وناعم. بعدها يتسلل الورد والقرفة والخوخ، خليط يدفي قلب العطر ويخليك حاسس إنك داخل على قصة غامضة بتتكتب قدامك. وفي القعدة يظهر العمق الحقيقي: صندل فاخر، جلد ناعم، عنبر دافئ، عود شرقي، ومسك يثبت العطر للنهاية. مزيج موزون بدقة، ما فيهوش غلطة. لكن الغريب بقى إن وايلد كولت توباكو من عساف قرر يعيد نفس التركيبة حرفياً، نفس العناصر، نفس الروح، بس ضاف عليها لمسة عمق تخليها أغمق، أثقل. هنا السؤال اللي هيقسم الجمهور: أنت مع الأصل اللي بدأ الأسطورة، ولا مع التقليد اللي فك شفرة العطر وزود عليها بعد جديد؟ متوفر عند أبو عمار للعطور. اكتب رأيك تحت، ولو عجبتك الحكاية اعمل لايك، سبسكرايب، وفولو، وتابعنا على كل منصات أبو عمار للعطور. ودمتم بريحة حلوة